حبايبي طلاب اولى ثانوي، اهلا بيكم. جينا النهارده لمحاضره التطبيق. هنطبق مع بعض مجموعه من الاسئله على درس حضاره فينيقيا. هنحل مع بعض اسئله كتاب الامتحان، هناخد جزء كبير هنحله مع بعض، والباقي هيكون واجب عندكم هتبعتوه على رقم المنصه، وهنعلمه وهنبعت لكم الاجابات. لو في اي نقطه فيها اي مشكله هنبعت لكم بعد كده الاجابه الصح. كل التوفيق لكل حبايبي طلاب اولى ثانوي. يلا بينا على حصه مهمه جدا وهي حصه التطبيق. يلا بينا. النقطة الأولى بتقول: يتضح من خلال معطيات تحليل الخريطة المقابلة إن المدينة التي تميزت عن باقي المدن الفينيقية بسيطرتها على مواقع استراتيجية هامة هي إيه؟ هل مدينة بعلبك ولا أوغاريد ولا قرطاجة ولا صيدا؟ السؤال ده أنا أقدر أجاوبه بأكتر من طريقة. لو انت شغلت مخك هتلاقي ان كل المدن اللي هو بيتكلم عنها هنا كده، وفي مدينة واحدة هنا اسمها قرطاجة. تاني حاجة، في نقطة مثلا زي مدينة بعلبك، دي مدينة اصلا داخلية، فالموقع مش استراتيجي خالص من ناحية ان هي مدينة داخلية، فهلغيها. هلاقي ان اوغاريد ومدينة صيدا المدينتين مدينتين ساحليتين، فهلغيهم مع بعض، يعني الاتنين مش هينفعوا مع بعض، يبقى الإجابة هتكون قرطاجة. وسبب اختيارنا لقرطاجة ان كل المدن الفينيقية كانت موجودة في شرق البحر المتوسط ما عدا مدينة قرطاجة، وهي مدينة لها موقع مهم بالنسبة لقارة اوروبا وقارة افريقيا، وكان لها اهمية لقدرتهم منها ان تكون بالنسبة للفينيقيين محطة تجارية يقدروا منها يبعتوا البضائع لمناطق كتير جدا في العالم، ويسيطروا كمان على البحر المتوسط من الجهة الشرقية، وقرطاجة يبقى الجهة الغربية، يبقى الإجابة قرطاجة. 2. تعد الأشجار الموضحة بالصورة المقابلة موردا اقتصاديا هاما للعديد من المدن الفينيقية، ويخرج عنها مدينة إيه؟ هي دي أشجار الأرز. أشجار الأرز موجودة في فينيقيا في الأجزاء الشرقية للبحر المتوسط. نفس فكرة السؤال اللي فات، بيقول لك هنا قرطاجة وغريد صور وصيدا. هلاقي الثلاث مدن دي المدن موجودة في فينيقيا، يبقى على طول هختار قرطاجة. السؤال اللي بعده: ظهرت طريقة الزراعة التي وضحها مضمون الصورة المقابلة في فينيقيا بسبب ايه؟ هو كده زارع حاجة اسمها المدرجات، بيمسك الجبل كده ويقسمه إلى أجزاء ويبدأ يزرع كل جزء كمدرج. ده معناه بسبب صلاحيتها لزراعة أشجار الأرز، يعني هو عامل مدرجات عشان هو صالح لزراعة أشجار الأرز، ولا ضيق مساحة السهول، ولا ملائمتها لزراعة الحبوب، ولا وجود الأيدي العاملة المدربة؟ طبعا بقول لك إيه اللي رمانا على المر؟ اللي أمر منه. إيه اللي هيخليه يمسك الجبل ويقسمه لمدرجات ويزرعه؟ إن السهول عنده سهول ضيقة، ضيق مساحات السهول. القصه مالهاش علاقه خالص، ما ينفعش اقول ملائمتها لزراعه الحبوب، لان الحبوب بتتزرع في السهول. ما ينفعش اقول وجود ايدي عامله مدربه، يعني انا هزرع الجبل عشان ايدي عامله مدربه؟ صلاحيتها لزراعه اشجار الارز، الكلام ده مش هينفع نقول ان هم عملوا مدرجات مخصوص عشان يزرعوا اشجار الايه؟ الارز. اي من الحرف الاقتصاديه الاتيه ساهمت في اطلاق لفظ الفينيقيين على سكان الشريط الساحلي لشرق البحر المتوسط؟ هم ليه سموهم لفظ فينيقيين؟ لأن اللي سماهم كده الإغريق كانوا بيتاجروا معاهم، فلما تاجروا معاهم لقوهم كلهم منسوجاتهم مصبوغة بلون أحمر، فقالوا فينيكس، ومنها اشتقت كلمة فينيقيا، يعني الأرض بتاعت الشعب الأحمر اللون. يبقى ده نتيجة إيه؟ نتيجة التجارة مع فينيقيا، بالإضافة إن هم صبغوا المنسوجات بتاعتهم باللون الأحمر. ده معناه إيه؟ معناه إن هم كانوا بارعين كمان في قصة الصناعة، صناعة المنسوجات اللي هي الثياب المزخرفة، الثياب الأرجوانية. يبقى هندور على صناعة، الموضوع ملوش علاقة خالص بالزراعة، فهشيل الزراعة. ملوش علاقة بالرعي، يبقى بقى عندي ايه؟ صناعة وتجارة. توضح الصورة المقابلة إحدى أساليب دفاع المدن عن نفسها، وظهرت بوضوح بإحدى المدن الفينيقية. عاملين أسوار وقلاع وحصون. أول ما أقول أسوار وقلاع وحصون على طول يجي في بالي أفكر ألاقي قلناها أكتر من مرة في الشرح، قلناها في محاضرة نماذج التعلم، على طول أقول إيه؟ برافو عليك، مدينة صور. أدور على صور
مش كاتب لي في الاختيارات مدينه صور، كاتب لي 4 معلومات، انا هدور على معلومه هو بيتكلم عن مدينه صور. بيقول لك اقيمت على لسان ممتد في الميه، دي مدينه صيدا. اقدم المدن واوثقها صله بمصر، دي مدينه جبيل. باقي 2 تولت زعامه المدن بعد صيدا ولا اشتهرت بالفن؟ الفن والعمران، دي مدينه ايه؟ مدينه اوغاريد. وقلنا ان اقدم المدن جبيل ولسان دي مدينه صيدا، يعني مش باقي غير الزعامه بعد صيدا هي مدينه صور، يبقى الاجابه مدينه صور. نتوقع من تحليل معطيات الخريطه المقابله ان عدم وجود مستعمرات فينيقيه في المنطقه المشار اليها بالسهم يرجع الى ايه؟ معنى ان فينيقيا ملهاش تواجد في قاره اوروبا. ليه ملهاش تواجد في قاره اوروبا؟ صعوبه ووعوره الطريق اليها، الندره السكانيه في اوروبا، نفوذ السلطه الحاكمه لهذه الجهات، خضوع تلك الجهات للنفوذ الاجنبي. لا، هي ما كانتش خاضعه للنفوذ الاجنبي، وما كانش السكان فيها نادرين، وما كانش فيه صعوبه ووعوره للطريق. هي القصه كلها ان السلطه الحاكمه لهذه الجهات امبراطوريات او قوى اوروبيه كبيره، فالفينيقيين طبعا كان بالنسبه لهم الموضوع هيبقى صعب ان هم يحاربوهم. استفاد الفينيقيون في تطوير معابدهم من ايه؟ هو هيطور معبده، استفاد من ايه؟ موقع بلادهم البحري، ازدهار نشرتهم الاقتصاديه، التواصل الحضاري مع الغرب، انتقال معبودات المصريين. طبعا في اجابات هتخليني على طول هلغي نقطه معينه، يعني في اجابات ما تنفعش خالص. يعني مثلا يقول لك ايه؟ التواصل الحضاري مع الغرب، ايه علاقه ده بالمعابد؟ انتقال معبودات المصريين، هم عملوا معابد كبيره وطوروها عشان المعبودات المصريه راحت عندهم. موقع بلادهم البحري، ده ايه علاقته بموضوع ان المعبد يتطور؟ يبقى اكيد ازدهار نشاطهم الاقتصادي، لان ازدهار نشاطهم الاقتصادي ده بيؤثر بشكل كبير جدا في التطور داخل بلاد فينيقيا، وبالتالي هيقدروا يطوروا معابدهم ويعملوا معابد كبيره ومعابد ضخمه. اي من المعبودات الاتيه عند الفينيقيين ارتبط بشكل واضح بالنشاط الاقتصادي الموضح. عامل له زراعه مدرجات، ده ايل وبعل، بعل وعشتار، عشتار وادونيز، ادونيز وايل. طبعا هو بيقول لك النشاط الاقتصادي، يعني هو بيتكلم عن حرفه الزراعه. ايه في دول كان ليهم دور في قصه الزراعه؟ هي الزراعه محتاجه ايه؟ مطر وحراره وشمس وكده، يبقى قوى الخصب والنماء. مين عندنا قوى الخصب والنماء؟ 2 بعل ومراته عشتار، الهه الخصب والنماء. في عندنا اختيارات بعل وعشتار، بعل وعشتار، هو يبقى الاجابه بعل وعشتار. 9 يستدل على تمتع الفينيقيين بالقوى العسكريه بالرغم من تفضيلهم للامان والاستقرار، من خلال ايه؟ نجاحهم في بناء امبراطوريه واسعه، وما عملوش امبراطوريه واسعه. تصديهم لهجمات الفرس والروم، ما فيش عندنا في دماغنا خالص حاجه اسمها تصديهم لهجمات الفرس والروم. اهتمامهم بالصناعات المعدنيه، براعتهم في صناعه السفن البحريه. بيقول لك يستدل على تمتع الفينيقيين بالقوى العسكريه. ايه الدليل ان هم كان عندهم قوه عسكريه؟ الصناعات المعدنيه. تقول لي يا مستر ايه علاقه الصناعات المعدنيه بالموضوع؟ ما هم صنعوا في الصناعات المعدنيه الاسلحه من ايه؟ من الذهب والفضه والنحاس والبرونز والحديد. ده معناه ان هم كانوا مهتمين بالقوه العسكريه. نستنتج من خلال تحليلك لمعطيات الهرم الاجتماعي الفينيقيا ان وجود التجار في قمه الهرم، معنى ان التاجر ده في قمه الهرم يعود الى ايه؟ دورهم في اداره الحكم، نشاط الاقتصاد الرئيسي السائد، ابتكارهم الابجديه، تحقيق العداله والمواطنه. معنى ان التاجر اعلى حاجه، يبقى ده النشاط الرئيسي السائد المنتشر في فينيقيا، لان الفينيقيين كانوا اول امه بحريه في التاريخ. السؤال اللي بعده، اي من المدن الفينيقيه الاتيه يستدل من اثارها انها تفوقت على باقي المدن في العماره الملكيه؟ قلنا اي حاجه في الامتحان يقول لي كلمه عماره، على طول عماره، يبقى على طول اول مدينه اوغاريت على طول. مثلت طيبه في مصر الفرعونيه مركز الابداع الفني، شبه مين في فينيقيا؟ انا قلت قبل كده في حصه الشرح وفي النواتج التعلم، قلت يا جماعه اي حاجه فيها ابداع فني في فينيقيا على طول الاجابه على طول تبقى ايه؟ برافو عليك، مدينه اوغاريت. ابداع فني اوغاريت، اصول ملكيه اوغاريت، فيها عمران، فيها فن اوغاريت. اي من الصناعات الاتيه اكدت على وجود بيئه فيضيه؟ بيئه فيضيه، معنى بيئه فيضيه يعني بيتكلم عن الطمي، الطمي يعني الطين، الطين او الطمي بيصنعوا منه. برافو عليك، الفخار. يبقى اكيد ملوش علاقه ولا بالزجاجيه ولا بالمعدنيه ولا بالنسيجيه. الفخار الاجابه الصح. طبعا الزجاجيه غلط لان ده رمل،
المعدنيه بيتكلم عن معادن، والنسيجيه بيتكلم عن المنسوجات اللي بتتعمل من الكتان او القطن او الحرير او الصوف. رقم 14 تمثل الهدف الاساسي من اختراع الفينيقيين الابجديه. هم عملوا الابجديه ليه؟ علشان خاطر يسرعوا الكتابه اثناء التجاره. التجاره دي حاجه ايه؟ هل نشاط اقتصادي؟ تسجيل انجازاتهم العسكريه؟ تطوير اللغه المصريه؟ نشر العلوم والمعارف؟ يبقى الهدف كان التجاره. التجاره دي حاجه اقتصاديه، يبقى دعم النشاط الاقتصادي. ارتبط انتشار الثقافه المصريه في اقدم المدن الفينيقيه بحرفه ايه؟ الثقافه المصريه راحت مدينه، برافو، مدينه جبيل، نتيجه عملهم في حرفه التجاره، لان كان في جاليه مصريه بتعمل في التجاره. يبقى الاجابه هنا التجاره. رقم 16 يتمثل العامل المشترك بين التوسعات الخارجيه في كل من الحضاره العراقيه وحضاره فينيقيا في الاتجاه نحو ايه؟ العراق وفينيقيا. فينيقيا اتجهوا اخذوا قرطاجه، يبقى اتجهوا ناحيه الغرب، والعراق راحوا ناحيه بلاد الشام، يبقى اخذوا ناحيه الغرب، يبقى الاثنين اتجاههم كان ناحيه الغرب. تمثل العامل المشترك بين الحضاره الفرعونيه والفينيقيه الاثنين ايه؟ كونوا امبراطوريه؟ لا، الفينيقيين ما كونوش امبراطوريات، ده هم اصلا ما كانوش موحدين. رقم 2 قسموه للتوحيد، ما كانش في توحيد عند الفينيقيين. باقي اختراع ابجديه، الابجديه اللي عملها الفينيقيين، احنا عملنا الكتابه، يبقى احنا الاثنين كنا دور الوسيط الحضاري. من الدروس المستفاده من نجاح الفينيقيين في تنويع انشطتهم الاقتصاديه رغم صعوبه الظروف الطبيعيه هو ايه؟ الوحده السياسيه، موطن للقوه، هم ما كانش عندهم وحده سياسيه. التواصل الحضاري اساس التقدم. هو بيقول لك هنا في السؤال الدروس المستفاده ان هم نوعوا انشطتهم رغم صعوبه الظروف. ده معناه التواصل الحضاري ملوش علاقه خالص. حسن الاستغلال الموارد المتاحه ولا وفره الموارد يؤدي الازدهار؟ بيقول لك صعوبه الظروف، يبقى ما ينفعش اكيد وفره الموارد. يبقى الاجابه حسن استغلال كل الموارد المتاحه، لانهم استغلوا كل حاجه. الاراضي الساحليه عملوا فيها حبوب، الجبال عملوا فيها مدرجات وزرعوها، استغلوا البحر، الغابات اخذوا منها الاخشاب وعملوا منها سفن. رقم 19 ظهر تاثير الفينيقيين على الحضارات الاخرى من خلال ايه؟ صناعه الزجاجيه ولا مزرعه المدرجات ولا ورق البرد ولا السفن؟ طبعا صناعه السفن، لان الزجاجيه هم اصلا اخذوها من مصر، والمدرجات والورق ده علاقته بالحضارات الاخرى. اي من الانشطه الاقتصاديه التاليه احتل الصداره في المجتمع الفينيقي؟ من غير ما اقرا السؤال قلنا ان الفينيقيين اول امه، برافو عليك، اول امه بحريه، اتجهوا نحو البحر، برافو عليك، عملوا بحرفه تجاره. اي سؤال في الامتحان يكلمك عن الفينيقيين الحرفه السائده قول له التجاره. السؤال اللي بعده، استقر الفينيقيين على الشريط الساحلي الضيق لبلاد الشام فاتجهوا للبحر، وساعدهم على ذلك ايه؟ مهارتهم التجاريه؟ هم اتجهوا للبحر. ايه اللي ساعدهم ان هم يتجهوا للبحر؟ ان عندهم خشب، الخشب ده حاجه اسمها غابات، يبقى وفره الغابات الطبيعيه. كان الهدف الرئيسي للفينيقيين من انشاء مستوطنات في حوض البحر المتوسط اقامه ايه؟ يعني هم ليه عملوا قرطاجه؟ عشان خاطر تكون قاعده عسكريه؟ هم الموضوع العسكري ده ما كانش اولويه عندهم. مدن استعماريه؟ لا خالص، ده المدينه نفسه المدن الفينيقيه كانت مركز حضاري ولا محطه تجاريه؟ طبعا محطه تجاريه، هم كانوا مهتمين بقصه التجاره. يمثل الاثر الذي امامك اطلال مدينه جبيل الذي يدين لها العالم الحديث والقديم بالفضل. اسهاماتها في ايه؟ فينيقيا كان فيها مدينه اسمها جبيل، هي اللي عرفت العالم كله الابجديه. الابجديه دي حاجه ثقافيه، ابجديه حاجه ثقافيه. يرجع سبب شهره فينيقيا بنشاطها التجاري الذي كانت تمارسه بكفاءه منقطعه النظير لعده عوامل، اهمها ايه؟ استقرار ووحدتها السياسيه، علاقتها التجاريه بالدول المجاوره، موقعها الجغرافي المتميز، احتكارها للطرق التجاريه البحريه. ايه السبب اللي خلى الفينيقيين مشهورين بالنشاط التجاري؟ اهمها ايه؟ ان هو موقعهم موقع، لان الموقع ده يا جماعه هو النقطه الاساسيه اللي بتخلي فيه تجاره.
اوكي، طبعا احتكارهم للطرق التجاريه البحريه مش ده الفكره كلها ان هم كان موقعهم متميز، فبالتالي قدروا ان هم يبادلوا مع الشعوب الاخرى. 25 يعد اهم ما قدمه المثلث الحضاري اللي هو العراق ومصر واليمن وفينيقيا. الصناعات الحربيه ولا الاسهامات الثقافيه ولا الصناعات المعدنيه ولا الابداعات الفنيه؟ احنا قدمنا للعالم كل ما هو متقدم، كل ما هو في اسهامات من الناحيه الثقافيه. اي المعبودات الفينيقيه التاليه يمكن وصفه المعبود العالمي؟ عالمي يعني في اكتر من مكان. ايه في المنهج عندنا قلنا عنه في حوارات العراق؟ هل ادونيس، بعل، ايه العشتار؟ برافو عليك، عشتار طبعا. النقطه اللي بعد كده، استفادت مصر من معاهده قادش للسلام في تامين مجالها الحيوي من ناحيه ايه؟ قلنا يا جماعه في المنهج عندنا ان بالنسبه لنا بلاد فينيقيا دي بنأمن حدودنا اللي هي الشماليه الشرقيه، يبقى احنا كده بنأمن الجزء ده امن قومي، الجزء الشمال الشرق. اختلفت قرطاج عن معظم فينيقيا، مدن فينيقيا، في عده جوانب ابرزها المجالات ايه؟ السياسيه، العسكريه، الاجتماعيه، الثقافيه. كان الاختلاف ان قرطاج كانت مدينه ماشيه بالنظام الجمهوري، لكن المدن الفينيقيه نظام شبه ديمقراطي، يبقى دي في الناحيه السياسيه. مثلت الصوره المقابله معبود الحب والحرب عند العراقيين وارتبط عند الفينيقيين بنشاطهم ايه؟ اول حاجه ديت مين؟ دي عشتار، بيقول لك ربة الحب والحرب عشتار، يعني بالبلدي كده عشتار دي ارتبط عندهم من نشاط ايه؟ هي كانت ربة ايه؟ الخصب والنماء، يبقى ارتبطت بالخصوبه، خصوبه الارض، يبقى دي حاجه زراعيه، يبقى النشاط الزراعي. اي من الفئات الثلاثه شابهت مكانتها الاجتماعيه في كل من العراق وفينيقيا؟ الكهنه التجار كانوا في العراق مش طبقه عليا، لكن في فينيقيا كانوا طبقه عليا عشان نشاط السائد. العسكريون التجار طبعا التجار غلط، النبلاء وكبار الكهنه لا، ده كبار الكهنه هنا طبقه عليا، والموظفين الحرفيين كان هنا طبقه وسطى وهنا طبقه وسطى. يرجع العمل الرئيسي لاتجاه الفينيقيين للبحر. السبب الرئيسي هل قله المحاصيل الزراعيه؟ قله انتاجهم الصناعي؟ معتقداتهم الدينيه؟ الطبيعه الجغرافيه؟ طبعا الطبيعه الجغرافيه ان هم كانوا شريط ساحلي ضيق فما قدامهمش متنفس غير البحر. بالرغم من تاثر الفينيقيين قديما بالحضاره المصريه الا ان هناك اختلاف بينهم، وكان واضح في ايه؟ هل نظام الحكم ولا عباده الظواهر الطبيعيه ولا القدره على تدوين الاحداث ولا الايمان بالبعث والخلود؟ طبعا الاختلاف في نظام الحكم، احنا كان عندنا نظام ملكي، هم كان نظام شبه ديمقراطي. ظهر تواصل اقتصادي واجتماعي وثقافي. مصر ادام قلت تواصل اقتصادي وثقافي، مصر على طول جبيل، على طول توجد علاقه بين تسميه الفينيقيين بهذا الاسم ونشاطهم ايه؟ الاقتصادي، قلنا قبل كده التجاري والصناعي. استنتج من خلال تحليل معطيات الخريطه المقابله اي من المدن الفينيقيه الاتيه تميز بالتخصص في النقل البري. بري يبقى مدينه داخليه، بعلبك على طول، مدينه بعلبك. أقام كل من البابليين والأشوريين دولة موحدة في العراق. خالف الفينيقيين مضمون العبارة السابقة بسبب إيه؟ توجهاتهم السياسية، تدخلات الخارجية، معتقداتهم الدينية، الاتجاه إلى البحر. قلنا يا جماعة إن بسبب إن الفينيقيين كانوا بيحبوا يعيشوا حياة هادئة، خلوا كل مدينة أشبه بدويلة، يبقى ده التوجه السياسي. أسئلة مقالية. شهدت مدينة جبيل علاقات وثيقة مع الدول المجاورة، أكد صحة العبارة بمثال واحد. طبعا مدينة جبيل كان فيها جالية تجارية مصرية، كان فيها تماثيل مصرية، كانوا كاتبين أسماء الفراعنة على الأحجار اللي عندهم، وكان ملك المدينة أو حاكم المدينة كان بيكتب اسمه بالهيروغليفي، وكان شعار المدينة شعار مصري. نجح الفينيقيين في استغلال الموقع المتوسط واحسنوا التعامل مع مواردهم الاقتصاديه. في دول العباره ما مقترحاتك تستفيد مصر من موقعها الجغرافي في تحقيق نقله اقتصاديه؟ ممكن تقول مثلا ان مصر تعمل العديد من المواني، تنشط التجاره مع الدول المختلفه، تكون مكان ترانزيت تنقل منه البضائع الى كل انحاء العالم. اي اجابه في الجزء ده ما فيهاش مشكله يعني. ان الطبيعه صاحبه تاثير كبير في تكوين الحضارات. اكد بفهمك في هذه المقوله مما درست من حضارات بلاد الشرق. قلنا ان جماعه العراق ما بين نهر دجله والفرات فكانت حضارات زراعيه، مصر عند نهر النيل فكانت حضارات زراعيه، فينيقيا على البحر فكانت حضاره تجاريه، اول امه بحريه في التاريخ. دل على صحه العباره الاتيه: لعب رجال الدين في فينيقيا دور اضافه بجانب مهامهم الدينيه، كان لهم دور كبير في الحكم وكانوا في قمه الهرم الاجتماعي. وبكده يا حبايبي الطلبه نكون خلصنا مع بعض الوحده الاولى. اخذنا الدرس واخذنا بعده نواتج تعلم واخذنا بعد كده تطبيق عليه، وكان في واجبات
كده الوحدة الأولى تمام. عندنا بعد كده بقى امتحان شامل على الوحدة الأولى، وكل التوفيق لكل حبايبي طلاب أولى سنة.